طرقات على الأبواب تحدث الرجة، وصوت مرتجف يحمل الحجة، والقلق في قلب زين الدين يغلي ويفور. فهل ستفتح له الأبواب، أم أن الحق سيظل في أسره يدور؟ قلنا لك ان الكافل ابراهيم بيك مشغول، استنى هنا. بس الموضوع مهم، حياة ناس في خطر، والنائب هو الوحيد اللي يقدر يساعد. مش أول مرة نسمع الكلام ده، خليك قاعد هنا. لو سمحتم، أرجوكم، هو لازم يسمعني، لو مش عشان خاطري يبقى عشان خاطر الحق. ايه الحكاية؟ ليه كل الصراخ ده؟ مولاي الكافل، سامحني لو أزعجتك، لكني مضطر أكلمك. ها، تكلم. مولاي، فيه ظلم كبير بيحصل. واحد من التجار الطيبين، حسن ابن جلال، اتقبض عليه ظلم، وبنته الصغيرة خطفوها. خطف؟ وانت جاي تبلغني ليه؟ مفيش غيرك يا مولاي اللي يقدر ينصفه. اهدى وقول لي كل حاجة بالتفصيل. البنت الصغيرة أميرة خطفها سعيد، واحد من رجالة الخواجة عادل، والخواجة عادل هو اللي كان بيحرضني أسرق مخزن حسن زمان. بس لما عرفت غلطتي بعدت عنه، وهو لسه مكمل في ظلم حسن. ومن يومين زبيدة زوجة حسن شافت البنت أميرة المخطوفة مع السلطانة في قصر السلطان الظاهر برقوق. سعيد والخواجة عادل، لكن ازاي بقت البنت في قصر السلطان؟ مش عارف، أنا شفت الجنود بيقبضوا على حسن في السوق ومعرفش فين أخدوه. زبيدة مراته وأهلها في حالة يرثى لها. الظلم لو طال بيهدم الممالك. أنا هنظر الموضوع بنفسي. أرجوك مولاي، حسن مظلوم، والبنت دي ملهاش ذنب. أنا هبدأ التحقيق فورا، وهعرف مين اللي ورا كل ده. جهزوا لي حصاني وأنا خارج حالا. ربنا يجازيك خير يا مولاي. زين الدين يلقي كل ما في جعبته، والدموع تجري كالنهر في لوعته، وإبراهيم بك يسمع ويتدبر، وعيناه تشعلان وعد الإنصاف. فهل ستجد الحقائق النور، أم أن المكر لا زال يحيك الخدور؟